السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، وربنا يا رب يبلغنا رمضان اعوام عديدة وازمنة مديدة. النهارده ان شاء الله هنعمل الفسيخ بطريقة سهلة وبسيطة، هنعمله كده ان شاء الله العيد. ده وقت ان انتي تعمليه عشان يلحق يطيب كده على العيد ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. هتجيبي السمك البوري. السمك البوري هو اللي بيتعمل سمك فسيخ. بتعرفي شكله كده ان هو راسه بتكون رفيعة من قدام. تختاري السمك الكبير. بصوا راسه بتبقى عاملة ازاي من قدام، شايفين؟ ما بتبقاش عريضه، بتبقى رفيعه كده. السمك تجيبي السمك الكبير عشان يبقى فيه لحم كده، لان السمك الصغير لما تعمليه فسيخ ما بيطلعش لحمه حلوه، تحس ان هو بينشف يعني. فاعملي السمك الكبير كده عشان يطلع معاكي لحم ويبقى حلو كده. هتجيبي السمك كده زي ما شايفين، ده حجمها، ده الحجم الحلو تعمليه فسيخ. اول حاجه هنعمله في السمك ان احنا هنغسلها كويس جدا. هتحطيهم بقى تحت الحنفيه كده وتغسليهم كويس جدا. تغسلي كل حته في السمكه وتبداي من الخياشيم في السمكه وتدخلي فيها الميه كويس، عشان بيبقى فيها كده زي بيبقى فيها طينه كده وحاجات صفرا. المهم تنضفيها كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. هتغسلها تحت الميه. هغسل السمكه كويس جدا قبل ما اعملها. انا جبت الكميه بتاعتي كده وهبدا بقى اغسلها كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. تغسليها بقى، بصوا، بتدخلي ايدك كده وتنضفيها من جوه كده، من الخياشيم دي تنضفيها كويس، وتغسليها من بره كمان عشان لو فيها اي حاجه تنزل. وحطي دايما مصفى كده عشان ما تبهدليش الحوض عندك زي ما انتم شايفين كده. اعمل السمك كله كده بنفس الطريقه دي. بنضف من الخياشيم وانضفها من بره. ندخلي الميه كويس جدا، هتلاقي اللي جواها بيطلع اهو بالطريقه دي كده. وسيبيه بقى يصفي. تعملي كل الكميه بنفس الطريقه دي زي ما انتم شايفين كده. زي ما انتم شايفين كده. خلصت بقى الكميه كلها كده وغسلتها بنفس الطريقه اللي شفتوها دي. بقيت ادخل كده في الخياشيم واغسلها من بره كده كويس اهو زي ما انتم شايفين كده. وسبتهم بقى يصفوا في الطبق. هقول لكم بقى هنعمل ايه بعد كده. بصوا شايفين القشور دي؟ لازم تكوني حاطه حاجه كده عشان ما تسديش الحوض عندك. خلاص بعد ما السمك خلاص غسلته كده، هبدا بقى انشفه. مهم بقى المرحله دي ان تنشفيه، دي اهم حاجه في السمكه بقى قبل ما تعمليه، ان انت تنشفيه. هنحطه في فوطه كده ونحطه كده، نفرده عليها كده، نسيبه كده ينشف كده في الهواء. هحطه بالطريقه دي كده. عودي نفسك كده وانت بتعملي اي عمل، تذكري الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، وايه سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله، نستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم ونتوب اليه. هتسيبيها كده كله كده ينزل الميه بتاعته. لازم تحطي على فوطه او حاجه عشان ينزل الميه بتاعته كده، وتبداي تنشفيه بالطريقه اللي شايفينها دي كده. هو بيحتاج ان هو ينشف كده لمده يوم او يومين حسب السمكه حسب حجمها. فانا هبدا انشفه كده، وبعد كده هغير طريقته. يعني مش هسيبه على طول على الفوطه، لا هوقفه شويه عشان في دم بينزل منه كده. انا بس كده بنشفه مطرح الميه. بعد ساعتين ولا حاجه بوقفه، هوريكم اوقفه ازاي دلوقتي. بصوا كده بعد ساعتين بدا يعمل اهو. هبدا كده اوقفه بقى طولي بقى كده عشان ينزل الدم والحاجات بتاعته دي اهو. بصوا جبت مناديل برضو وببدا انشفه كده برضو من الميه. بصوا وبدخل في الخياشيم برضو. لقيته لسه ما نشفش كويس، هوقفه بقى كده في صينيه كده او في كروانه. بصوا بدأنا انشف واحده واحده كده، وبنشفهم بره وهدخل في الخياشيم كمان. هنا أنا بس بنشفهم من الميه. هتشوفوني دلوقتي بحط فيه قطن من جوه دلوقتي وانشفه زي ما الخياشيم. اهو بصوا بدخل في الخياشيم بس انتوا مش شايفين. بصوا بدخل فيها. بعد كده وقفته كده في زي كروانه كده، حطيته فيها كده يصفي الميه برضو عشان بينزل دم كده. وسبته برضو لمده يوم بالطريقه دي كده. وجيت بصوا بعد تاني يوم لقيته عمل ازاي كده، بدأ ينشف اهو.
انتوا شايفين كده كده انشف، بس امسحه كده. بس بصوا فتح معايا معلش من كده، فتح معايا معلش. بصوا بقى نزل ده بس كده كله نشف اهو. ببدأ ادخل كده مناديل وانشف من جوه كويس جدا. زي ما انتوا شايفين كده. بنضف من جوه كويس. انا ما جريتش اي حاجه عشان تشوفوا الخطوات اللي انا عملتها. كده كنت خلاص كده بنشفه كويس بقى من الخياشيم، لان لقيت لسه بتنزل اهي. الميه اللي شايفينها دي اللي هي في الكروانه دي، هي الميه دي هي اللي بتعمل زفاره. المهم ان انت تنضفيه بقى كويس كده من الميه عشان ما يبقاش ريحته زفره. زي ما انتوا شايفين كده. سبته كده، حطيت فيه بقى المناديل كده، وسبته كمان يشرب الدم كده اللي في الخياشيم، غير اللي هو نزله ده عشان تسحب اي دم بقى موجود. قبل ما اخلص الكميه كلها كده. شايفين الميه اللي نازله تحت دي. خلاص كده بصوا اهو، بدأت خلصت الكميه كلها اهي. هشيل دلوقتي المناديل بس بقى بسيبها شويه كده قبل ما اخلص الكميه كلها. زي ما انتوا شايفين كده اهو. طبعا كبيت بقى الميه ديت، سيبته كده شويه كده يشرب الميه من المناديل، وبعد كده هشيل المناديل دي بقى. اتاكدت ان انا شفته كويس بقى. هجيب بقى الملح وابدا اعمله بقى بالملح. لازم تستخدمي الملح الخشن. الملح الخشن ليه فوائد. فايدتين: اول حاجه هو مش هيحدق جامد، مش هتلاقي الفسيخ حادق جامد مش قادره تاكليه، وهيخلي ملحه حلو. يعني مهما كترتي هو مش هيحدق الفسيخ جامد. وهحط كده برده كركم، مش هتكتري من الكركم عشان ما يلونهوش جامد. انا حطيت كميه قليله يعني زي معلقتين كده كبار ان الكركم عشان ما يدوش لون ياما. وحطيت كمان ورق لوري. الورق اللوري كان بيحفظه وبيخلي ملوش ريحه. بدات اقلبهم كده بالخلطه دي بعضها كده اهو. وهبدا ادخل في الخياشيم ومن بره. بصوا كده جبت كده صينيه اهي. هبدا بدخل كده في الخياشيم اهي بعد ما اتاكد ان انا شفته كويس جدا اهو. بصوا بقى هدخل بقى كده في الخياشيم كويس جدا الملح بقى. احشي بقى ملح كده عشان ده اللي بيظبطه في التخليل اهو. زي ما انتوا شايفين كده اهو. بدات اشيل منه المناديل كده. بصوا ما بتطلعش بقى دم زي الاول لان خلاص انا سبتها نشفت. اتاكدت كده انها نشفت اهي اهو. ما سرعتش حاجه عشان تشوفوا الخطوات يعني بالراحه كده اهو. حطيت بقى الملح كله كده جوه الخياشيم، وبرده هعمل عليه من بره. زي ما انتم شايفين كده بدخل في الخياشيم كويس قوي.
زي ما شايفين كده اهو، ده شكله كده. هعمل كل الكميه بنفس الطريقه دي. هنا بقى خلاص كده كنت خلصت كل الكميه، وزي ما انتم شايفين كده هبدا بقى احطها في الاكياس. جبت كيس كده وهبدا ارش فيه شويه من الملح ده كده، وهبدا احط السمك، هحطهم عكس بعض يعني. بص كل سمكه احطها عكس التانية، احط في كل كيس سمكتين بس. شايفين كده؟ عشان لما اجي اطلعهم يعني اطلع سمكه بسمكه، سمكتين بسمكتين، فاهمين؟ مش هاكلهم كلهم مره واحده يعني. خلاص. وهبدا ارش كده عليهم الملح، وهبدا اطلع الهواء كله، هطلع الهواء كله كده منه والفه كده. وهعمله باللزق بقى. ممكن تعمليه باسترتش لو عندك استرتش. انا هعمله كده، اطلع منه الهواء كده. بصوا هلفه بالطريقه دي كده، واروح ملزقه باللزق، واروح مدخلها اكتر من كيس عليه. هتحطي اكتر من كيس عشان تتاكدي ان هو مش هيخش له الهواء. زي ما انتم شايفين كده. تجيبي اللزق كده اهو، بقطع اللزق اعمله والفه عليه اهو. زي ما انتم شايفين كده عملته بالطريقه دي. هعمل كل الكميه كده، هحط كل اتنين مع بعض، وهبدا الفهم كده باللزق كده، الكيس الاول، وبعد كده الفه باللزق، احطه في كيس تاني، احطيه في اكتر من كيس. انا حطيت قدامكم كده كيسين، بس انا عبيتهم كده في كل واحد في 4 اكياس. خلاص. بعد كده احطهم في علبه. انا لقيت العلبه دي صغيره كده فانا حطيتهم كده، بس لازم تكوني مظبطاهم يعني ما يكونوش متنيين يعني. وقفتهم بعد كده، وتحطيهم بقى في مكان كده يكون بعيد عن الهواء يعني، وتسيبيهم كده لمده 15 يوم. بعد كده كل يوم بتقلبيهم في الايام دي، بتقلبيهم. ونشوفهم ان شاء الله على العيد باذن الله. كل سنه وانتم طيبين. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تحطوا لنا لايك وشير وسبسكرايب، ودعمونا بقى عشان يوصلكم كل جديد. اقول لكم مع السلامه.